التقدم المصري القديم في مختلف الجوانب اللي هنشهدها في المتحف الكبير في الصعيد اللي هو المعماري او فكره النحت بكل انواعه، سواء بنتكلم على مواضع متعلقه بفكره المعادن او فكره حتى الاخشاب وفكره المزج ما بين الجوانب دي وبعضها البعض. يعني احنا امام تعدد في فكره نمو الحضاره المصريه من عصور ما قبل التاريخ وصولا للمرحله اللي هي اليونانيه والرومانيه او التداخل اليوناني والروماني علينا. فدي مبادئ عامه هيتم استعراضها اليوم في طبعا في قاعات متعدده زي ما حضرتك وصفت او في موضع السؤال. بالتحديد عندنا ما يقرب من 12 قاعه باضافه قاعه توت عنخ امون اللي هي المزدوجه او ممكن نقول عليهم مجازا قاعتين، ودول هيتم استعراض فيهم المقبره بس باسلوب مختلف بقى. يعني الحاله بتاعتها مش هتبقى كما كان مثلا بيعرض بعض المقتنيات بتاعته في المتحف التحرير، مرتنيات بسيطه كانت بيتم عرضها والباقي فين؟ في المخازن. لا، هيتم استعراض ال 5398 قطعه بالكامل بس باسلوب بقى فيه تقنيات حديثه، وفي ان انت تقف قدام كل قطعه تشوفها من مختلف النواحي، مش اقصد ان هي النواحي كجوانب، من مختلف المفاهيم بتاعتها. جانب فني، ده جانب متعلق برؤيه في المعتقد الديني رمزيه مجازا، ده جانب متعلق بفكره الموهبه بتاعت النحات، ده جانب متعلق بفكره الصناعات اللي استخدمت اللي بيعجز البحث العلمي ازاي دي اتعملت في الوقت ده. مستحيل. هم ازاي صهروا معدن زي كده؟ ده انت محتاج درجات حراره عاليه جدا عشان تعمل معدن زي ده في ظل وجود ادوات بدائيه. صحيح. فاحنا قدام عرض كامل للمرتنيات بتاعته، بنتكلم ما يقرب من 3598 قطعه اول مره تتعرض بقى.